يا مساء الفل، يا مساء البرد. اعذروني بقى وانا بتكلم بقى ان صوتي عنده برد جامد يعني. الحمد لله رب العالمين. هنا قلت ايه، مش قادرة اعمل اكل بقى، فقلت اعمل صينية رقاق طري كده. على طول على طول، ده والله ربع كيلو لحمة، يعني انا بجيب نصاص لحمة. ده نص قسمته ايه على اتنين. يعني رحت واخدة كده نص كيلو، رحت واخدة النصه، فبقى ربع كيلو يعني. فعشان تعرفي يعني ان ربع كيلو بيعمل صينية رقاق طري، يعني حاجة فظيعة. بسم الله ما شاء الله. هنا بصلتين حلوين كده، عليهم حتة زبدة حطيتها، وحطيت الربع كيلو اللحمة. واديهم بقى طبعا تشويحة، كلنا عارفين بتعمل ازاي التعصيجة بتاعت اللحمة نفسها، العصاج. هحط بقى الملح وفلفل اسود وكمون، حبة كمون صغيرة جدا يعني عليهم، وقلبي بقى كده. ما بتاخدش اي حاجة يعني، على طول سهلة سهلة، لاني الواحد مش قادر يعمل حاجة يعني. وعندي كيس شوربة في الفريزر طلعته. وهنا جوز الطيب طبعا، اللي عايز يحط، اللي مش عايز ما يحطش، بس بتديها طعم حلو جدا. انا بحب جوز الطيب في الاكل، ما اعرفش، بحبه جدا يعني. تشويحة كده حلوة كده وخلاص. الرقاق الطري اهوت معايا. انا جبت، كنت جايب قبلها بيوم، جايبه واحد بس، قلت ايه هو كفايه. فطلعوا خمسة، ما اعرفش ان هم يطلعوا خمسة كده، بحسبهم ستة سبعة مثلا. خمسة. هنا حبة الشوربة على حبة اللبن، طبعا سخنين، اللبن سخن والشوربة سخنة. وتكوني طبعا محدقاها وعاملة حدقها حلو قوي. وظبطي الدنيا، هنحط حتة زبدة فيها كده، عشان مش هنحط زبدة الا فوق الوش بس يعني. انا كنت جايبه الرقاق الطري ده عشان اعمل مثلا ايه، يا صينيه زي ديت، يا حاجه مثلا على التوستر كده باللحمه المفرومه، حاجه سريعه، فقلت والله لا اعملها صينيه واخلص نفسي. هنا الصينيه طبعا دهنها بحته الزبده كده. واهو الرقاق اهو. حتى لو كان متقطع او مش مظبوط اعملي عادي، كله بيطلع يعني حلو في الاخر. بروح مغطساه كده، ما بياخدش، ما تغطسيش قوي عشان ما بياخدش حاجه، هو اصلا طري يعني. يعني على طول كده وتروح شايلاها. حاجة تغيير وحلوة، بدل ما نجيب بيتزا من بره، ولا بدل ما نجيب مش عارفة ايه، على طول اتعملت. وحاجة نظيفة وطعمها تحفة. اعذروني الصوت يا جماعة. مخنفة. مخنفة. البرد الأيام دي فظيع يعني. هنا بصوا اللحمة اهي، والله بصي، يعني بسم الله ما شاء الله، الربع كيلو ده انا ما كنتش زمان بعمل ربع كيلو خالص يعني. دلوقتي بقى بقيت يعني، ولا الله، طب ما نقلل بقى في الحاجة، بدل ما الحاجة تفيض وتترمي عندنا يعني. وبصوا اتملت ازاي، يعني الصينية بسم الله ما شاء الله اتملت اللحمة يعني. حلوة في الزمن اللي احنا فيه ده، الحاجة بتنفع في البيت حلوة يعني. ربع كيلو نص كيلو اعمله، وعلى فكرة الربع كيلو ده ممكن يكفي صينية كبيرة. لو كترتي بصل، ولو حطيتي عليه مثلا جزراية، الحاجات دي كلها بتكتر في اللحمة، بتعملي صينية حلوة يعني. واعملي بقى كده، هو تبلي بقى في الجزء التاني. هما طلعوا خمسة، انا عملت 3 ورقات من تحت، وهعمل الاتنين من فوق. لان انا بحسبهم مثلا 6 7. طريقة رقيق قوي يعني، فمش عارفة ايه ده. هي طلعت رفيعة شوية بس حلوة يعني، معدية جامد يعني، جميلة. مش عايزينها تخينة قوي يعني. فضلي بقى حطي كده واعملي كده، وبعدين ظبطي بقى، هقولك حتى لو متقطع بيطلع حلو طبعا يعني، عادي. لانها كده كده بتتقطع في الاخر. خلاص كده نحط لها بس يعني حتة كده، حبة شوربة تاني كده من الحروف. وهنحط لها حتة زبدة فوق الوش طبعا وخلاص. كنا الأول بقى ايه، كل رق نحط زبدة، كل رق نحط زبدة، يا نهار أبيض. يا نهار أبيض. لكن كده حلو الصراحة، خفيفة وجميلة.
هي مش خفيفة قوي، ما مليانة زبدة بس حلوة برضه يعني. هنقطعها بقى كده. قطعي بقى زي ما انت عايزة الخرط اللي انت عايزاها. بنقطعها، اقطعها زي البيتزا يعني كده. هي طبعا عشان طرية فسهلة في التقطيع. بس كده خلاص، خلصت الشغلانة. هندخلها بقى الفرن. انا مشغلة الفرن طبعا على 180. يا دوب اهي طلعت، بصوا احمرت وبقت جميلة. وما خدتش وقت، ولا اشترينا بيتزا من بره ولا حاجة. طعمها تحفة جدا. حاجة سهلة وسريعة. عيد عليها كده تاني التقطيع كده. وبس، وقطعي مع كوباية عصير بقى وكلي. هنا سخنة قوي، مولعة يعني، عارفة لسه مطلعاها كده فمش عارفة اطلعها كمان يعني. فهتتهري. سبتها ثواني كده وقطعتها يعني، سبتها ثواني وطلعتها. اه، وخفيفة وجميلة ومليانة اللحمة من جوه اهو، بصوا يعني. وخفيفة في نفس الوقت وجميلة، ولا تخينة أوي ولا رفيعة، حلوة. فاعملوها بقى وما تنسونيش في اللايك والشير، ودوسوا لايك. والاشتراك